مع حضراتكم النهارده في حلقه علشان خاطر نكشف فيها حقيقه انشاء النصب التذكاري للشهداء الثوره البيضاء في مدينه الزقازيق. موجود طبعا معانا مجموعه من شباب 25 يناير من محافظه الشرقيه، وموجود معانا الاستاذ سمير. هنقول معلومات بسيطه على الاستاذ سمير ابو لبده. الاستاذ سمير من ابناء محافظه الشرقيه مدينه الزقازيق بالتحديد. الاستاذ سمير كان مرشح سابق لمجلس الشعب. مش هقول الاستاذ سمير من شباب 25 يناير. احنا كلنا شباب 25 يناير، فينا كبير وفينا صغير. مش كل اللي راحوا ميدان التحرير يبقى هم دول شباب 25 يناير، مش كل اللي خرجوا في الشارع يبقى هم دول 25 يناير. الشعب المصري كله، انا بالنسبه ليا، بالنسبه لسامح المصري، انا بعتبره شباب 25 يناير. في البدايه بنرحب بالاستاذ سمير. يا مرحبا شباب 25 يناير. ربنا يبارك في حضرتك. انا عندي بعض التساؤلات، مش انا لوحدي طبعا، كلنا عندنا كام سؤال لحضرتك. نتمنى حضرتك طبعا تتقبلهم بالصدر حسن. حضرتك ايه هدف الاستاذ سمير من انشاء النصب التذكاري لشهداء ثوره 25؟ وانا عاوز اوضح حاجه بس الاول قبل ما اجاوب ساعتك السؤال، هي تعقيب يعني. اتفضل. انا ملاحظ ان دايما كلمه ثوره شباب 25 يناير، يعني يا ريت انا طالب دايما ان نبقى نقول ثوره 25 يناير، لانها هي ثوره شعب، مش ثوره فئه معينه، في البدايه مش ثوره فئه معينه. فكره ان انا النصب التذكاري الهدف منها هو رد جميل للشباب اللي هو ضحى بنفسه طبعا، اللي هو كان طالع عشان خاطر يجيب لي حقي ويجيب لي غيري كمان حقه، ويطالب بالحريه ويطالب بحياه كريمه، وما كانش يعني في الحسبان انه هيتغدر بيه. احنا طول عمرنا نعرف ان الشهيد في مصر بيغتال على ايد عدو لبره، لكن لاول مره كان بالنسبه لنا ان ولادنا يغتالوا على ايد مصريين برضه، سواء من بلطجيه سواء من بعض رجال الامن اللي هم الفاسدين يعني. لان مش كل رجال الامن الفاسدين من وجهه نظري، طبعا شيء معروف ان كل مؤسسه فيها الحلو اكيد طبعا اكيد. ولكن كانت النهارده او المره دي كانت صدمه كبيره ان اللي اتقتلوا واللي ماتوا على ايد مصري، اتقتل على ايد مصر. وكان كل اللي بيطلبه انه كان عاوز يعيش حياه كريمه، ما كانش بيطلب المستحيل يعني. طبعا السبب الرئيسي كمان احساسي ان انا ما قدرتش اعمل اللي هم عملوه. احنا من ضمن الشباب اللي دخل وخاض الانتخابات على اساس انه كان بيأمل في حياه جديده وحياه سياسيه يكون فيها الراي والراي الاخر، وزي كتير ظلموا وحصل تزوير كبير وكان الناس كلها عارفه بيه، وكان رد فعلنا الطبيعي ان احنا ما قدرناش نعمل حاجه، لان ساعتها الموضوع كان اكبر مننا كلنا. تمام. فلما الشباب طلعوا طبعا عملوا الثوره دي، وفعلا حسيت ان هم خدوا طاري وطار كل مصري اتظلم، كان واجب عليا ان انا اعمل لهم شيء على الاقل اولادي لما يجوا يشوفوه يسالوني بعد كده النصب ده معمول لايه، فاحكي لهم الحكايه ويعرفوا ان في شباب ضحى بنفسهم عشان خاطري وعشان خاطر. تمام. اللي انا فهمته من حضرتك دلوقتي ان حضرتك ومجموعه شباب 25 او بالنسبه لشخصيه الاستاذ سمير ابو لبده، حضرتك ساهمت في انشاء النصب دوت لان حضرتك ظلمت في الانتخابات اتزورت، والناس دي جابت لحضرتك حقك. الناس دي من الاخر يعني ان هي قاطعه الحزب الوطني اللي ظلم الاستاذ سمير ابو لبده. هقول لحضرتك عشان بكلمك بصراحه، المشكله لان انا خدت الانتخابات ما كانتش مشكله حزب وطني بس، كان مشكله حزب حاكم اللي هو ممثل في الحزب الوطني وضعف الاحزاب الاخرى، لانهم احزاب غير فعاله، مسميات تقريبا كلهم في الانعاش. تمام. الحاجه الثالثه ان الشعب المصري كشعب لم يكن عنده الوعي الكافي ان هو يحارب في الجبهه دي،
وبعض الناس اللي قابلتهم كان تخصصهم سماسرة الانتخابات. يعني شغلته الاساسيه ان هو بيستنى السيزون بتاع الانتخابات عشان يستمتع باي نواحي ماديه. لكن ارتباطه الوطني بالبلد او ان هذا مجلس الشعب ده هو اللي هيجيب له حقه او هو اللي هيشرع قوانين او هو اللي هيحاول بقدر الامكان ان هو يخلي مصر مستقبلها احسن، الموضوع ده كان فكرته كانت بعيده. ولان الناس عدم وجود الوعي خلى فئه راسماليه تحاول تخلي الكرسي والحصانه مكملات الوجاهه الاجتماعيه، فكان بيحاربوا على اساس كده وبيحاولوا يبقوا اعضاء مجلس الشعب، حتى ان هم ما كانش عندهم فكر. يعني بعض الناس حتى كنت بناقش بعض يعني الناس المرشحين في الدستور اللي هو المفروض انه داخل لانه رجل تشريعي ما كانش عارف في حاجه. احنا طبعا موجود معانا الاستاذه رانيا، هنتفضل برضه لو موجود عندك سؤال حابه تساليه للاستاذ سمير بخصوص الحلقه اللي احنا عاملينها. حضرتك ما خفتش من احنا كلنا عارفين ان في تهديدات جت لحضرتك بإزالة النصب وبطرد وعدم كتابة إهداء حضرتك هي لأرواح الشهداء اللي احنا كلنا فقدناهم. يعني حضرتك ما خفتش من كده، ما خفتش من رد الفعل ان هو فعلا هو لسه عارف حاجه. سمير ابو لبده عشان الناس تعرفه مش ساري من اثرياء مصر. سمير ابو لبده شخصيه عاديه جدا، شاب عادي قوي زي اي واحد بيجتهد وبيشتغل عشان برضه. وسمير ابو لبده لا صاحب املاك ولا بتاع، ده شاب وساكن في شقه كمان، يعني مش عندي ملك كمان. العمليه كلها ان سبق تم تهديدي ايام الانتخابات باسباب اخرى. الحزب الوطني نفسه طلب ان انا انزل في المجمع الانتخابي بتاعهم على اساس ان انا اخش المجمع عشان ابقى امثل في الانتخابات باسم الحزب الوطني، ورفضت وما خفتش. نفهم من كده ان حضرتك كنت داخل الانتخابات مستقل وليس لا انا نزلت مستقل، طبعا مستقل، ورفضت دخول المجمع. حتى المجمع بعد ما قفلوا باب التسجيل في المجمع، تعرف بيدفعوا تبرعات الاول، فتحوا باب الترشيح تاني عشان احنا نخش، فانا رفضت وكنت مصر على الموضوع ده. ويعني والحمد لله ان انا برضو يعني طلعت لاخر لحظه متمسك بمبدئي. اما بخصوص التهديدات في حكمه انا ماشي بيها. سيدنا علي بن ابي طالب كان لما بيسالوه يقول له يا علي لما لا تاخذ لك حرسا يحرسك، يعني هو في الخلافه قال يحميني اجلي لكل اجل كتاب. التهديد لغه الضعيف. اي انسان بيهدد اعرفي انه له مكمن ضعف. فانا ما عنديش حاجه اخاف عليها، بمعنى صح ما عنديش شيء خايف منه. انا معروف انا مين، واللي عاوز يسال يروح، واللي عاوز يعرف سمير سهل قوي. النهارده الكل اللي كان مستخبي وكان فاكر نفسه ان هو ما حدش يعرف عنه اي حاجه، النهارده الحمد لله بقت يعني مشاكله معروفه. انا ما بخافش باسباب، لاني مش هقول لك ما بغلطش، لان اخطائي لا تضر غيري. وبعدين دي حريه، انا راجل حر، والحكمه بتقول انت حر ما لم تضر. مبدا وانا مقتنع بيه، من حقي ان انا اقدم للشهداء شيء. ايه السبب الممانعه؟ انا فوجئت ان على صفحات الفيسبوك حرب على سمير ابو لبده. طب يا جماعه انا قبل الموضوع ده انا رحت اتقدمت، يعني الجهات التنفيذيه اللي هو كمحافظ وغيره لما قدمت لهم الطلب وكان معايا مجموعه شباب طبعا نجوم كتيره، الراجل ما قالش اي حاجه، بل بالعكس رحب بالفكره. لما جينا نعمل التصميم قعدنا كلنا مع بعض وقلنا يا جماعه عايزين نعمل تصميم، والتصميم يكون له فكر مش عباره عن تمثال ولا صوره. عملنا الكلام، لما جينا نشتغل تعاوننا كلنا واشتغلنا وتعمدنا نحط ايدينا عشان نحس بيها. ايه اللي بيحاربك؟ اعرفي يعني، ويمكن انتوا اكيد يعني في مجموعه عارفه ان بعض الاحزاب طلبت ان انا انسب النصب باسمهم وابقى مرشح مجلس الشعب عن هذا الحزب. انا طبعا لا عمري هنزل باسم حزب مهما كان، لان زي ما نزلت مستقل في الدوره السابقه ودي كان امراه قصير قوي، انا برضه هنزل مستقل وبعلنها. حتى ان كان اي حزب هيقدم لي اي تسهيلات انا مش محتاج تسهيلات، لان النهارده لازم الكل يعرف عضو مجلس الشعب اللي جاي لا جاي عشان يسرق ولا جاي عشان يعمل تاشيرات ولا الكلام ده كله. نصيحه كمان بقدمها لكل مرشح،
اذا كنت هتخش ترشيح مجلس شعب اذا لم يكن لديك حب الخدمي للشعب وللجمهور والاهل الدائره اللي انت تنتمي اليها ولمصر ما تخشش. ومش هينجح الا اللي الناس عاوزاه. مع التعديلات الدستوريه الجديده والاشراف القضائي مش هينجح الا اللي الناس عاوزاه. وعلى ما اظن اللي الناس هتعوزه اكيد هيبقى للصالح العام. ولازم الناس يبقى عندها الوعي انها تنقي الانسان اللي هو يحسه فيه انه يقدر يخدمه. مش لازم سمير ابو ليلى اللي ينجح. لو في افضل منه يتفضل وانا هساعده. تمام. حضرتك مش مقاطع حضرتك بس عشان خاطر وقت الحلقه. موجود برضه معانا الاستاذه خلود. طبعا اكيد عندها سؤال لحضرتك نتمنى طبعا. خلود مش شباب الناشط يعني. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني كنت حابب ان شاء الله كنا ناويين احنا مش نكتب اسم حضرتك في نص التذكاري، وقلنا هو الشباب 25 يناير هم اللي عملوه كده وحضرتك واحد مننا. صح. بس في ناس جم قالوا بعدها حضرتك اصريت ان انت تكتب اسمك واسامي الناس اللي اشتغلوا معاك، بعد ما في ناس هلمتك وقالت ان انت عاوز تكلموك. فاحنا عاوزين نعرف ايه المبرر اللي خلاك تصمم ان انت تكتب اسمك. هو سؤال طبعا هو اكيد الناس محرج شويه سهل. بس ترد على الناس تقول لهم النصب لما جيت عمل وتحدد مكانه وابتدى يتحط في المكان، احنا ما علقناش يفط الا يافطه واحده. تمام. مش كتبنا فيها حتى النصب، احنا كتبنا ايه من القران الكريم بتعرف الناس عدم التناحر يعني والوفاء، وكتبت تحت سمير ابو ليلى يشكر الشباب الواعي. فوجئت ان بعض الناس راحوا قطعوا اليافطه دي من المرشحين. الشيء اللي كان المفاجاه بالنسبه لي لما بعض الشباب طلع 25 قالوا ان حضرتك ما تكتبش اسمك، انا كنت موافق لان الموضوع بالنسبه لي ما كانش يهمني قوي ان يعني بروباجندا اعلانيه. انا عاوز اعمل بروباجندا اعلانيه بدل ما انا اعمل نص تذكاري، لا اعمل حديقه للاطفال واكتب عليها حديقه ابو ليلى وكل اللي هيخش هدخله مجاني. هيجي معايا. لكن ده مبدا او اقتناع بقضيه معينه انا حاسسها. لكن فوجئت ان بعض المرشحين نسبوا العمل لنفسهم. بعض الاحزاب طلعوا اشاعات ان احنا بنعمل نصب في الزقازيق وكلام كده، فصعب عليا الشباب اللي بيشتغل معايا. يعني كان يمكن على الموقع في بعض الشباب كانوا ايديه بتتجرح وهم شغالين. ايوه فعلا. فانا حرام ان انا اكون واقف شغال والشباب واقف شغال معايا وافاجئ ان بعض الناس جم نسبوا العمل لنفسهم. قصد حضرتك واللي فهمناه من حضرتك ان حضرتك عايز اسم حضرتك يكون موجود على النصب علشان العمل ما ينسبش لحد تاني. لا وحاجه يعني تانية، في ناس حاجه تانية اقول لحضرتك عليها. انا لم يعني ما ساعدنيش الحظ في ان انا اكون موجود في ميدان التحرير. تمام. وانا يمكن الكل عارف الاغلبيه انا كنت ماسك اللجان الشعبيه هنا. حضرتك اسف بقى حضرتك جات لنا طبعا من الصفحه اللي احنا اسسناها للنصب على الفيسبوك. كلنا طبعا موجودين على صفحه وبنخش وبنتابع الكومنتات اللي بتحصل والعمل اليومي اللي احنا بنعمله. حضرتك بتجي لنا كومنتات تقول سمير ابو ليلى انت فين من شهر 25؟ انت كنت نايم في بيتكم والناس دي كانت بتحارب. تمام؟ حضرتك دلوقتي قلت ان انت مش ما رحتش او كده. ده طبعا اجابه على سؤال. حضرتك احنا موجود معانا الاستاذ نور، وطبعا هو عنده كلمه برضه او سؤال حابب يساله حضرتك. ليه حضرتك اخترت شباب 25 يناير مع ان ممكن حضرتك تتكلف النص بتاع التذكره انك تجيب عمال وتشاركوا وتعمل النصب الجانبيه عشان 25 يناير؟ يعني ليه اخترت الشباب؟ ما انت ممكن اي حد راجل اعمال كان جه وقال انا هعمل النصب ده وهسلمه للشباب 25 يناير واعمل له افتتاح وانت اسمه يتنسب باسمه هو يعني حضرتك ليه اخترت شباب 25 يناير بما ان حضرتك كنت تكلف عمال الشركه تعمل النصب التذكاري وتسلمه لحضرتك وانت تسلمه لشباب 25 يناير؟ طب وليه ما سالتش حضرتك سؤال؟ ليه انا بشتغل في النصب بايدي؟ ما هو اوكي ماشي. هيقول لك على السؤال او ليه اخترت 25 يناير؟ هقول لحضرتك على حاجه. اصحاب الثوره الحقيقيين هم شباب 25. اشكر حضرتك. ليهم حق المشاركه وحق التتويج وحق اخذ الراي. ركوب الموجه ان بعض الاحزاب والجماعات ركبت الموجه على حس شباب 25 ده مزعلني انا شخصيا. ليه؟ سؤال بديهي يعني. اين كنتم كاحزاب وجماعات قبل شباب 25؟
كنتوا بتدوروا انكم تاخدوا اكبر كميه كراسي في مجلس الشعب، حتى ولو الاتفاق من تحت الترابيزه. حتى كنتوا بتستنوا ما يلقيه عليكم الحزب الوطني بنسميه من منح. ليه ما اتجمعتوش قوة سياسية وعملتوا اللي عملوا الشباب؟ ما عرفتوش. الشباب طلعوا وعملوا. ما تجيش انت النهارده تاخد حقهم بقى وتقول لا انا الحزب الفلاني او انا الجماعه الفلانيه. لا، سيب كل واحد ياخد حقه. الشيء اللي انا عاوزه واللي انا خايف منه وبقولها دايما، انا كنت بعمل النص عشان خاطر رد جميل، ولاني تعمدت ان انا اقول يا شباب 25 من محافظه الشرقيه المكان ده هيبقى نقطه تلاقي، عاوزكم كلكم تتجمعوا فيه. على اساس انا لاحظت من بعد الثوره اصبح ان 25 كشباب كل مجموعه لها فكر بيستقل عن الثاني، واصبحت بعض الاحزاب بتحاول تستقطب بعض الشباب عشان تتقل وزنها هي دون النظر لمصلحه الشباب ده. طب حضرتك بس يعني مش في مثلا بعض المرشحين او بعض الناس رجال الاعمال عرضوا عليك ان هم يساهموا معاكم درجات؟ والله انا جالي خبر وقريت فعلا او موجود على الفيسبوك ان بعض المرشحين منهم مرشح عرض 10000 جنيه، مرشح تاني يعني عندنا قال انا على استعداد اجي وادفع فلوس. طبعا العمليه مش عمليه تجاره، العمليه عمليه ان انا راجل عندي ورش والدي الله يرحمه يعني، وانا راجل بمتهن المهنه دي وبعرف اشتغل فيها كويس. فانا مش محتاج حد يتفضل عليا او على شباب 25 بالمال. احنا عاوزين اللي يجي، وانا دعيته ونزلت دعوه يا جماعه اللي عاوز يشارك، مش عاوز يجي يشارك بفلوس. انا مش محتاج رجل اعمال يعني، اصل انا مش رجل اعمال ولا همشي بسياسه رجال الاعمال خد فلوس واعمل. لا، دي ما تبقاش مشاركه، ده نوع من انواع المنح، وانا راجل ضد المنح. انا كان في استطاعتي في ايام الانتخابات اني اتنازل للبعض واخد فلوس. ايه اللي خلاني ما اتنازلتش يعني؟ بص، تعود على شيء في حياتك انت كشاب عشان تكبر عليه. ان بعت اسمك مره بفلوس اعرف انك هتدنك طول عمرك تبيعه. وتخيل كده ساعتك لو كان في الانتخابات اللي فاتت انا كنت قبضت فلوس وانسحبت من الانتخابات وجيت رشحت نفسي تاني، الوضع الطبيعي ايه؟ رد الفعل الطبيعي عند الناس يا عم ده بينزل عشان خاطر ياخد درستين ويطلع. مش ده اللفظ اللي بيتقال؟ انت صاحب مبدا، اصحاب المبادئ ملوش ثمن. سؤال لحضرتك الاستاذ سمير، حضرتك كان ليك علاقه بالحزب الوطني؟ الحزب الوطني انا بعد ما دخلت موضوع اعلنت عن ترشيحي، انا ما مضيتش على استماره بالحزب الوطني عامه. العمليه كلها ان كان في احتفاليه معموله للدكتور عزت اسماعيل وبعتوا لي كارت دعوه، فانا رفضت حضور الاحتفاليه لان انا مش عضو حزب وطني. تمام. ففوجئت ان في اخت فاضله، تمام، في اخت فاضله لينا عرضت عليا ان لازم تحضر على اساس انه ملتقى سياسي كبير وهيحضر فيه ناس كتار يعني وكده. تمام. فوجئت لقيتها عامله لي كارنيه حزب وطني على اساس ان انا لما اجي اخش الاحتفاليه ما يبقاش فيها حرج بالنسبه لي. كنت عارف ان مفكر ان الحزب الوطني كان للبعض نوع من انواع التامين على اساس تقدر ان انت تعمل اعلان خلينا ما تتشالش، تقدر تبعت عربيات، تعمل شخصيات كتير في المجتمع. لا مش شخصيات بس، هي فكره ان انت وعامه انا اشتركت في الحزب او تم عمل كارنيه بدون استماره. انا ما مضيتش على استماره عضويه واتحدى تجيب الاستماره. تمام. ماشي؟ على اساس تساعدني في موضوع ان انا اقدر اعمل دعايه، لان انت عارف اللي كان غير الحزب الوطني ما كانش يقدر يعمل دعايه انتخابيه. كان شاري خطوط، كان عربيات بتتذاع على اساس ان هي كدعايه انتخابيه تقبل عليها، كان بيحصل حاجات كتير. اي مؤتمر مش شرط تعمل مؤتمر يعني. سؤال مش متعلق بالحلقه او متعلق بالموضوع اللي احنا بنعمله. الاستاذ سمير، حضرتك ناوي ترشح نفسك في انتخابات مجلس الشعب القادم؟ والله ولا على حاجه، هو سؤال مش هقول لك سابق الاولويه، لكن انت عارف حضرتك ان بكره من وجهه نظري احسن من امبارح. انا ليا ناس تفاعلت معاهم وتعاملت معاهم،
الصغيره دي كنت اللي حزني قوي ان انا كنت بدور على قوه اساعد بيها الناس، فلقيت العمليه كلها ان القوه دي مش ليه تمنح. طبعا مش عاوزين نتكلم احنا من يوم يعني كشباب 25 يعني او شباب الناس اللي طلعت بالثوره، لما بدانا نفكر ما بنتكلمش في الماضي خلاص يعتبر انتهى. بعدين اقول لحضرتك على حاجه معلش يعني انا بحب ابص للحياه خطوه خطوه. انا النهارده كل املي في الحياه رغم التهديد الاخير لسه جاي النهارده حتى ان لو انت ما كتبتش، لو انت كتبت اسمك على النصب من بعض تمام من بعض يعني للاسف من بعض الجمعيات المدنيه اللي المفروض تمثل الثقافه والسياسه المهذبه، اما ان انا حطيت اسمك على النصب يعني فيما معناه وان انا هنبعت الشباب يكسروه. فيعني هو يعني عشان خاطر يبقى انا برضه برد على السؤال، يعني انا عاوز اوجه لهم اللي بيقولوا الكلام ده حاجه بسيطه قوي. اسم سمير ابو الليل ده مش هيتحط لوحده. تمام. وبقولها علانيه هيتكتب كده سمير ابو الليل ده وشباب 25 يناير واسماء الاعضاء الناشطين اللي وقفوا واشتغلوا واجتهدوا لازم يبقى لهم حق التتويج. يعني اللي نايم في بيته زي اللي وقف طول النهار في الشمس واشتغل وتعب وكنا بيحلم بحلم عشان يتحقق. هذا يعني القرآن الكريم يقول هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ احنا ليه بننتقد؟ يعني ليه بننتقد نفسنا؟ يعني القرآن حل اغلبيه مشاكلنا او يمكن كل مشاكلنا، ليه بنخرج